من 4 سنين كنت انت عملت حلقه مع احمد رشاد في استوديو في مدينه نصر زي ما انت قلت. كان لسه في بدايات بيزنس بالعربي خالص. بالظبط. ايه اللي اختلف في ال4 سنين دول عندي ولا عند احمد؟ عندك؟ كل شهر بيعدي وكل سنه بتعدي الواحد بيعرف قيمته فين، يعرف ازاي يتكلم على الحاجه اللي هو بيعملها حلوه ايا كان مجاله ايه. انا مجالي مجال الطب، مجال الميديسن، فازاي تعرف الناس وتوصل لهم بالحاجه اللي انت بتعملها وقادر تفرق فيها في حياه البني ادمين اللي حواليك. فانا شايف ان دي حاجه بتفرق قوي. النو هاو بتاعت حاجه زي دي صعبه مش سهله. انك توصل المعلومه بشكل مبسط سيمبل بسيط. البني ادم مش اطلع اعمل كذا كل كذا اشرب كذا، لو عملت كده هتفرق في حياتك ازاي بوزيتيفلي، لو عملت كده هتفرق نيجاتيفلي سلبي ازاي. فانا شايف انه حاجه زي دي الواحد بيتعلمها كل سنه بالخبره بتاعت الناس، الفيدباك بتاعهم. تخيل احنا ساعات بنتعلم من الناس من الفيدباك بتاعتهم، نتاكد انت ماشي في الطريق الصح بالنسبه للسوشيال ميديا ولا لا. وبقى سلاح ذو حدين، انك ممكن ناس مجرد طلعت تعمل دعايه لنفسها فقط، وناس طلعت تفيد البني ادم اللي قدامها. وانا واخد من منطلق الافاده الصراحه. انت حضرتك من الناس اللي انا متابعهم ويمكن اتعلمت منهم الطريقه دي. يعني انا حتى في البيرسونال براند بتاعي او ما بدات البودكاست ما قلتش حتى اسمي. انا الفكره كلها ان الفوكس دايما على الفاليو والقيمه اللي بيضيفها الشخص اللي انا جايبه او الضيف اللي انا جايبه للناس. مظبوط. ودايما المعلومات الطبيه اللي انت بتقولها مبسطه جدا، واحلى حاجه فيها الاوت كمز. يعني انت مش بتخوفهم انت لو عملت كذا لا، انت لو عملت كذا هتبقى كويس. ده هيفيدك ازاي؟ ساعات بخوفهم برضه شويه اكيد بس بنخاف سلم برضه. اكيد بس يعني الوقايه دايما خير من العلاج طبعا. وده دايما انا مقتنع بيه، وعشان كده انا متابع لحضرتك جدا ومبسوط والله باللي انت بتقدمه. انا اللي مبسوط. المفروض ان انا اقعد اسالك اسئله بس انا فعلا عايز ان انا اشكر فيك جدا جدا حبيبي اشكرك، ده انا اللي اشكرك على الكلام الحلو الجميل ده. طيب في كونسبت كده دايما في الميديسن اللي هو الناس بتجعلص المفاهيم، فبالتالي بتحس في تنافر او اللي هو انا مش عايز اسمع. ممكن بعض الاطباء او المنظومه الطبيه انه كل ما يجعلص كل ما انا بقيت اشطر. هو ده ممكن تكون اشطر واحد في الدنيا بس مش عارف تفهم لطبقات واختلافات وثقافات وتعليم المجتمع المختلفه توصل لهم المعلومه. انه كلنا بتفكير مختلف، بطريقه بيرسبشن او التقاط المعلومه بطريقه مختلفه. استحاله هتخاطب واحد زي التاني زي التالت، فلازم تتكلم بلغه كل الناس تفهمها، كل الناس تحب المعلومه اللي انت بتقولها له. ازاي الناس تمشي على نمط حياه سليم، نمط حياه مؤثر بطريقه ايجابيه. انما هتطلع تقول له اعمل انت تعمل يمين وانت تعمل شمال، عمر ما حد هيتقبلك ولا هيتقبل المعلومه اللي انت بتقولها ايا كانت طبيه ولا لا. ودي فرق ان انت مش بتعمل ماركتينج او تسويق بس، لا انت بتعمل نشر ثقافه معينه لمجتمع باكمله يقدر يفيد نفسه ويفيد البني ادمين اللي حواليه كمان. يعني انا دايما بقول ان الفري فاليو احسن نوع من انواع الماركتينج صح. اللي ممكن اي حد يعمله. صح اكيد. طبعا. طيب انا مش عايز اسالك الاسئله اللي هي الطبيعيه بتاعت احافظ على صحتي ازاي بس خلينا ان احنا نقولها ان هل البيرسونال براندنج مهم للدكاتره ولا لا؟ البيرسونال براندنج مهم لاي بني ادم في الدنيا بيقدم خدمه طبيه، خدمه اجتماعيه، خدمه ماديه، خدمه ثقافيه، خدمه بنكيه، خدمه بودكاستيه. بيرسونال براندنج مهمه ان انت بتعرف الناس انت مين، انت جاي تقول ايه، انت بتتكلم في ايه، هيتقبلوك ولا لا. ودايما حتى قلت مع احمد من 4 سنين في الحلقه you're not everyone's cup of tea. انت مش كوبايه الشاي المفضله لدى الجميع. في ناس هتتقبلك، في ناس هتنتقدك. انت بتتعامل وبتخاطب الفئه اللي حابه محمد، اللي متقبله كلامه، اللي بيسمعوا كلامه، اللي شايفين ان هو رول موديل في نظرهم، او اللي شايفين ان هو مثالهم الاعلى سواء في طب او من غيره. فالبيرسونال براندنج دي انت بتبني لنفسك اسم، سمعه، والناس اللي اتعاملت معاها حواليك هم كمان بيساعدوا في بنائها. يعني هي زي شبكه باور اوف دوبليكيشن، يعني ايكو سيستم كامل كده. كامل. 2 بيقولوا ل4، 4 بيقولوا ل8، 8 بيقولوا ل16. ف 16 32 بالظبط. فمهنه الطب دي كمان بتلعب على الورد اوف ماوث. صح. البيرسونال براندنج ده بيتدخل فيهم. انت شاطر في ايه؟ هتعرضه ازاي للناس؟ ما انت شاطر في حاجه بس ما حدش يعرفها، عملت ايه بشطارتك؟ قدرت تعمل براكتس لشطارتك ازاي؟ فبتتكلم ازاي؟ بتصرف على نفسك كفكر وثقافه وتعليم ازاي؟ اخدت شهاده ايه النهارده زياده عن الشهاده اللي انت اخدتها؟ طبعا. فحاجه زي دي اتس بيرسونال براندنج. انت لابس ايه؟ مهم ان انا اخش عند دكتور ما انفرش منه. طريقه كلامه، طريقه لبسه، اللانجوج بتاعته، اللينجويستكس، الحاجات دي كلها دي مش حاجات شو.
الضحكه، الابتسامه. انت هتكلم الناس انا دكتور وانت لازم تسمع كلامي، ولا انت واحد منهم وانت برضو اكيد عندك مرضك وحالتك الطبيه اللي ممكن في يوم من الايام تلجأ لطبيب اخر، هتحبه يعاملك ازاي بقى لما انت تروح كطبيب انك تبقى مريض. فهي دي اتس بيرسونال براندنج. فيرتبط اسمك او منظومتك او منشأتك الطبيه او عيادتك او مستشفك بصوره معينه للبني ادم، للمريض بتاعك. هنا هيحبك، هنا هيثق فيك، هنا هيتعامل معاك. فبيرسونال براندنج مهمه في كل مجالات الحياه. طب اخر سؤال معانا، يلا بينا. هل البيرسونال براندنج اللي هو اطلع اعمل فيديوهات خالص. انا دايما بقول للناس احنا بنعمل فيديوهات، نعمل ريلز، نعمل بودكاست، ما تروحوش لدكتور بيتكلم من خلال فيديوهات بس. اسمه وسمعته والمرضى بتوعه والعمليات اللي عملها ومسيرته الطبيه اتكلمت وقالت ايه عنه. انا حابب ان انا يعني اسلم عليك والله. مع ان انا بعمل فيديوهات بقول لهم مش مجرد عمل فيديو حلو فانت اعجبت بالفيديو، لا، ما الفيديو كله اديتنج وكاستنج وكولرنج ومونتاج. مع ان انا بسجل نص فيديوهاتي في العربيه يعني، بس بعمل وانا في العربيه بمسكها سيلفي واقعد اتكلم يعني، هو وانا نازل الصبح الساعه 8 على ما وشي لسه غسل وشي. فما تروحش لحد مجرد فيديو، لا، انت متاكد من البرودكت بتاعه، الناتج بتاعه في الطب او غيره، انه مريض يخف باذن ربنا الاول طبعا. انه مريض انه مريض يخف باذن ربنا، ده برودكت، ده ناتج. ده نتاج عمل، شقه، سهر، بكى، غربه، تعليم، مذاكره، تعب، نايت شيفتس، ياما شقلبنا حياتنا ليلنا نهارنا والهلنا مننا. فانت تعبت قد ايه في مجالك ايا كان، برضو بقول هو ايه، مش طب بس، هو ده النتاج اللي انت هتجمعه في الاخر. طبعا الثمار. نورتني يا دكتور حبيبي، ميرسي. I would love to discover more. Thank you very much. ميرسي.